وهذه جاءت في حديث آخر تسمى سعفة من الشيطان، سعفة من الشيطان، وهو أن الإنسان في ظاهره يعمل صالحا لكنه يؤتى من قبل إعجابه بنفسه فيظن أن الناس على ضلالة وهو على هدى، وأن الناس لا محالة معذبون في النار وأنه ناج، وأن الناس في درجات أو في دركات وأنه في أعلى المنازل. وقد تأتي للعبد وهو عياذا بالله وعافانا الله وإياكم وهو حتى في المسجد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبادة فلان فلم يعرف، قالوا يا رسول الله فلان، قال لا أعرف، ذكروا وصفه لم يعرف. فبينما هم جلوس إذ دخل الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، قال والله إن على وجهه سعفة من الشيطان. ثم قال له أسألك بالله أما جاء في نفسك وأنت داخل أنك أفضل من في المسجد؟ قال نعم. ثم دخل في المسجد وأخذ يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اذهب فاقتله. فدخل أبو بكر فوجده يصلي فكأنه هاب أن يقتله وهو يصلي، فقال يا رسول الله وجدته يصلي. فقال عمر أنا أذهب يا رسول الله. فلما ذهب وجده يصلي فقال ليس أبا بكر على ضلالة، فعاد ولم يقتله. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه أنا يا رسول الله، قال اذهب ولا أظنك تدركه. فلما دخل علي إذا بالرجل قد انصرف، فقال عليه الصلاة والسلام والله لو قتل لما اختلف في أمتي رجلان. من ضئضئ هذا خرج على المسلمين عبر التاريخ من يرى أن الكمال عنده والنقص في الناس، وقد لا يمكن أن يحمل وصفا معروفا ولم يرفع يوما سلاحا، لكن المقصود من إيراد الخبر أنك إذا رأيت الناس تعلم أن الله لن يسألك عن حسابهم، وأن أمرهم إلى الله، وأن الرجل قد يبدو لك وهو له سريرة عند الله أنت لا تراها، فمن حقك أن تعامله بظاهره فيما يخصك، لا تزوجه، لا تشاركه، لا تسافر معه، أنت معذور، هذا ظاهره، لكن عن حاله في الآخرة لا تتكلم. لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. فالعباد على الله حسابهم، وقبل ذلك إلى الله إيابهم، ولن يسألك الله جل وعلا عنهم. المهم أن تكون أنت منكسرا بين يدي رب العالمين، خاصة إذا دخلت بيتا من بيوته.